أناس أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظن وخلونا، ولو شاءوا لكانوا كالذي كنا، فإن عادوا لنا عدنا، وإن خانوا لما خنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. الله الغني. ابن الدغنة رأى أبو بكر الصديق مهاجر فقال: إلى أين ابن قحافة؟ قال: أفر بديني، القوم آذوني. قال: ارجع فإنك في جواري، إنك لتكرم الضيف. فعاد أبو بكر الصديق وكان يصلي في منزله، وكان مطلع على مكة، فيأتوا الناس ويرونه، فخاف أهل قريش أن يفتتنوا الناس والأطفال فذهبوا إلى ابن الدغنة، قال: أجرت صاحبك وهو يؤذينا. فذهب ابن الدغنة إلى أبو بكر الصديق: يا أبا بكر، ما أجرت بينك وبين قومك لتؤذيهم، فإما أن تمتنع وإما أن ترد جواري. فقال: فأنا في جواري الله الغني.